بونجور، رجعت لكم من جديد. الله يسعد لي صباحكم. صباحكم أبيض مثل هالتلج الأبيض، صباح قلوبكم البيضاء، صباح كل شي حلو بهالحياة، صباح الطاقة الإيجابية، صباحكم فيروز، صباحكم كل الناس المحبة، صباحكم كل الناس اللي بتعطينا طاقة إيجابية. هون من قلب القارة العجوز من ألمانيا، هيدا طقسنا العاصف المثلج. اليوم فقنا الصبح وهيك تقريبا البياض امتلى الدنيا، هيك التلج على شباكنا. شوفوا فتحت الشباك وهيدا التلج عم ينزل. انتو ناس بتحبوا الشتاء او بتحبوا الصيف؟ انا كتير بحب مرات احكي انا وياكم، تعطوني افكاركم. انا ما بدي بس اعمل هيك فيديوهات وطلع عليكم على اليوتيوب، انا بحب نكون هيك كتير قراب من بعضنا، نستفاد من افكارنا، خصوصا الناس اللي متابعتني جديد. انا كتير مبسوطة فيكم، كتير متشرفة بوجودكم معي بالقناة. لولا وجودكم ما بيكون في قناة ناجحة. أنا بدي أشكركم من كل قلبي. مرات بحب طلع عليكم هيك بصبحية بفيديو صغير الصبح أنا وياكم. أكيد في فيديوهات كتير جاية، رح تشوفوا روتيني اليومي، رح تشوفوا ولادي كمان. أنا بعرف إنه أنتم بتحبوا هيدي القصص وبتحبوا هيدي الشغلات. نحنا بألمانيا، نحنا هلأ تحت حجر قوي، ما بنقدر نطلع إلا بس للضرورات القصوى والأكل ولهيدي القصص، بالإضافة كمان لهالطقس المثلج البارد اللي عم نعيشه. نحنا كانت 2020 نهايتها الصفر، فكنا عن جد تحت الصفر بكل شيء، تحت الصفر بكل شيء. يعني اجت كأنه شوك وصدمة علينا هالسنة، انه ما كنا متوقعين انه كل الدنيا كل الناس كل شيء انه هيك يصير. سنة 2021 اخرها واحد، بركي الانسان هيك والله واحد، بركي الانسان هيك بيرجع بيبدأ بالامل من جديد، وبنتخطى هالصعوبات وبنتخطى كل شيء بهالحياة الصعبة. عن جد نحنا يمكن كل الناس كل العالم عم بتعيش أصعب أيامها أو أصعب سنينها، خصوصا يعني الأشغال واقفة، المدارس واقفة، كل شيء. أنا بدي تكتبولي أنتو كيف عندكم طريقة العيشة، شو عم تعملوا، محجورين أو لا. كل الناس اللي عم تابعني أنا بحب نتواصل سوا ونحكي سوا ونتحدث بهيدي الأمور. وولادكم شو عم تعمل؟ شو بدي خبركم، امبارحة بنتي قالت لي شغلة عن جد أنا كتير انزعجت عليها. عندي بنت اسمها يارا بنت موهوبة، من 5-6 سنين بتلعب تايكوندو، لاعبة تايكوندو. هلا عمرها 13 سنة، من سنة تقريبا أو سنتين هي بتلعب للباير. هي طلعت بطلة بايرن، بطلة ألمانيا، هي الثانية بأوروبا، واخدوها بالمنتخب الالماني، حتلعب هي للدويتشه مانشافت. امبارحه قالت لي احلامي عم تروح. قديش حرقت قلبي وقت قالت لي احلامي عم تروح، انه بنت عمرها 13 سنه قالت لي انا كنت ناطره تسافر، كنا راح نروح على اسبانيا لتلعب، كنت باسبانيا اخذت جيرمان اوبن، يعني مسابقه كبيره بالمانيا. وقت قالت بنت عمرها 13 سنه احلامي عم بتروح، كسرت قلبي. انه قلت لماما الاحلام ما بتروح، هيدي فترة. قالت لي انا كنت ناطرة، يعني انا تدربت 6 سنين، بلشت عمري 6 سنين وتدربت 6 سنين تصير. قالت لي ماما 6 سنين تدربت. هيدي انجازات يارا، هيدي الكؤوس اللي اخذتها يارا، اللي كانت طفلة صغيرة كانت عم تتكرم، كانت عم تكون افضل لعبة. هيدا كاس افضل لعبة، وقت تقلي أحلامي عم بتروح، عن جد كسرت قلبي. أحلام ما بتروح. قد ما فيكن شجعوا ولادكن، قد ما فيكن عطوهم أمل. ممكن نحن عم نعاني من الصعوبات بس إن شاء الله بإذن الله رح تمر. نحن لازم نكون هالقد قدوة لأولادنا، نحن لازم نكون هالقد نعطيهم القوة، نعطيهم التفاؤل، نعطيهم الحب. قد ما فينا نعطيهم هالحب والدافع للولاد، لا فيكم تعملوا أكتر، خصوصا هلا الدرس أونلاين، ما في أصحاب،
ما في طلعة من البيت، ما في هالقصص. شايفين الشوارع تقريبا خالية من الناس بحكم التلج. بس بألمانيا الناس ما بيوقفها شيء اسمه تلج. بألمانيا هيدا طقس معتاد. بس للأسف انه في ظرف طارئ على الكل مخلى الكل انه تتأيد حركته. حابة أعرف من خلال تعليقاتكم أنتو كيف روتينكم اليومي، شو عم تقدروا تساووا، كيف الطقس عندكم، ولادكم عم تقدروا تظهروا، عم تقدروا تطلعوا. بتمنى أنه هيدا الشيء أي حدا يكتب لي بالأسئلة، نتواصل مع بعضنا أكتر، يكون في تواصل. يمكن ما بنقدر نتواصل مع بعضنا هيك مباشر نحكي، بس نقدر من خلال كتاباتنا أو خلال آرائنا نسمع لبعضنا. مثل ما شايفين بعد عم تتلج الدنيا، وعقولة فيروز تتلج الدنيا. بسم الله. واخر شي بدي اختم معكم انا بعبارة كتير حبيتها، او نصيحة قالتها ام لابنها وكتير عجبتني وحبيتها. قالت له لابنها لا تلتفت على شي خلفك، شي كتير سيء راح من حدك، لأنه الأشياء السيئة إذا راحت من عندك بتوجعك، وإذا أنت انوجعت أنا بتوجع. في كتير ناس رح تكره أنك تتقدم، وفي كتير ناس رح تتمنى أنها توقفك، في كتير ناس بتحلم أنه أنت ما تعمل شي بحياتك. كون وحيد بالطريق الصحيح أحسن ما تكون زعيم بالطريق الخطأ. يا ابني إذا أنت سقطت ما حدا رح يرحمك. أنا بحب وقت الأم تقول يا ابني، وإذا تعثرت بحاول كتير يرجعوا يخلوك تسقط من جديد. انت تكون شي بهيدا المكان أو ما تكون ولا شي بكل مكان. هيدي الأم، هيدي نصايح الأم اللي بتعطيها لولادها من كل قلبها. بتمنى كل حدا عم يشوف هيدا الفيديو وبلاقي في أي صعوبات عند ولاده دايما احتضنوهم، قدموا لهم النصيحة، خصوصا الناس أو الولاد المراهقين. بهيدا العمر بيكون مراهقتهم اخدتهم وما عم بيعرفوا شو بدهم، بيصير عندهم شوي اضطرابات ان كان نفسية ان كان وجودية، انه انا موجود. قد ما فيكن طولوا بالكم على اولادكم، قد ما فيكن اعطوهم حب. حتى بديننا بيقولوا اذا كبر ابنك خاوي. التربية سبحان الله من 0 ل 12 سنة، بس تيكبروا خوون، يعني اسمعون، حاورون، قد ما فيكم كونوا قراب منهم. هيدا كان كل شي لليوم. بدي اتمنى لكم كل الخير وكل الحب وكل السعادة وراحة البال، والله يبعد عنا كل بلاء يا رب يا رب يا رب. بحبكم قد الدنيا، بدي اوجه لكم اكبر تحية. وهيدا كان كل شي لليوم. بتمنى لكم نهار حلو، انتبهوا على حالكم، ما تنسوا لايك وسبسكرايب. بحبكم قد الدنيا.